تخيل معايا قاعد بتتفرج على فيلم على الموبايل أو حتى بتلعب جيم على الكمبيوتر، والمتصفح مش بس مقفول، ده أصلا مش شغال، ولا فيسبوك مفتوح بقى ولا أمازون ولا حتى موقع التسوق اللي كنت لسه داخله من شوية. بس فجأة إشعار يطلع لك من تحت يقولك المنتج اللي شفته رجع في المخزن، الحق اطلبه بسرعة قبل ما يخلص. فتقول في نفسك إزاي هو الموقع ده لسه شغال ولا بيراقبني؟ ما تقلقش، مفيش سحر ولا تجسس، في حدوتة بسيطة بس بتحصل من وراك، ووراها أبطال كتير زي الجافا سكريبت، السيرفيس وركر، البوش اي بي اي، وكمان التشفير، وحتى في طرف تالت غامض وهو البوش سيرفيس. تعال بقى نحكي الحدوتة من الأول. وليكن أنت دخلت على الموقع، ظهر لك الرسالة أو السؤال المريب اللي بيظهر لنا كلنا: هل اللي أنت تقبل الإشعارات تبعت لك على الموقع أو لأ؟ وطبعا كالعادة كلنا بندوس ألاو، وفجأة اللحظة دي بتبقى بسيطة جدا من بره، بس من جوه دي اللحظة اللي فتحت بوابة الاتصال بينك وبين الموقع. بوابة بتفضل شغالة حتى لو الموقع مقفول. أول ما المستخدم يوافق بيحصل حاجتين مهمين: أول حاجة المتصفح بيخزن صلاحية الإشعار عن طريق الكود ده، وتاني حاجة الموقع عن طريق الجافا سكريبت بيطلب الاشتراك في البوش نوتيفيكيشن باستخدام برضه الكود ده. وهنا بيتدخل المتصفح وبيبعت الطلب ده لحاجة مهمة جدا، وهي البوست سيرفيس. والبوست سيرفيس دي ببساطة البوسطة الرسمية لشركة المتصفح. يعني انت لو على جوجل كروم مثلا، البوسطة دي اسمها FCM Firebase Cloud Messaging. المتصفح بيبعت لك حاجة اسمها بوش سبسكريبشن، وده اوبجكت بيحتوي على حاجتين مهمين: الاند بوينت، وده العنوان اللي هتتبعت عليه الرسالة، والكيز، وده مفتاحين للتشفير. ممكن كمان يبقى فيه expiration time، وده اللي هو الوقت الصلاحية يعني، ودي البيانات اللي بتبعتها للسيرفر بتاعك عشان يخزنها. دلوقتي السيرفر معاه عناوين المستخدم اللي هي الاند بوينت ومعاه المفاتيح. يجي بقى وقت الجد، السيرفر بيستخدم بروتوكول اسمه ويب بوش بروتوكول، بيخزن رسالة يشفرها باستخدام المفاتيح اللي عنده، بيبعتها للبوست سيرفيس، والبوست سيرفيس توصل الرسالة دي للمتصفح الخاص بالمستخدم. طب هتقولي لو الجهاز بتاعي اوفلاين؟ ولا يهمك، البوست سيرفيس بتخزن الرسالة مؤقتا وتستنى أول فرصة وتشحنها على طول. أو ممكن تقدر تضيف ميتا داتا TTL، وقت صلاحية الإشعار، أو urgency، هل مستعجل ولا لأ، وطبعا التوك اللي هو نوع الرسالة. كل ده بيساعد البوست سيرفيس إنها تفهم الرسالة دي مهمة لمين وإمتى ووقت قد إيه. وهنا بقى يظهر بطل الحدوتة اللي دايما شغال في الخلفية، اللي هو السيرفيس وركر. حتى لو الموقع مش مفتوح، المتصفح يقدر يفعل السيرفيس وركر بمجرد ما توصل له رسالة البوش. السيرفيس وركر بيستقبل الحدث وبيستخدم الشو نوتيفيكيشن عشان يظهر الإشعار اللي على الجهاز فورا. والأجمل لما المستخدم يضغط على الإشعار ممكن توديه على صفحة معينة باستخدام الكود دوت الأوبن ويندو. يعني ممكن إشعار يساوي كليك يساوي صفحة منتج يساوي عملية شراء جديدة. بس خلي بالك، البوش نوتيفيكيشن مش لعبة، دي أداة قوية جدا ممكن تبني بيها ثقة أو تخسر المستخدم للأبد. يعني لو استخدمتها صح تقدر توصل محتوى مهم في الوقت المناسب وكمان للمستخدم المناسب. لكن لو زودتها شوية الناس هتختار تعمل لك بلوك أو تعمل لك unsubscribe أو حتى تمسح الموقع بتاعك خالص. يعني مين فينا ما بيجيلوش إشعارات بتزعجه فبيروح داخل عامل بلوك للإشعارات، أو حتى يخش يلغي الموقع دوت أو يلغي الأبليكيشن ده من على التليفون خالص. المرة الجاية لما يجيلك إشعار بسيط من الموقع، افتكر إن بتشتغل سلسلة كاملة من الأحداث في الخلفية: الجافا سكريبت، البوش اي بي اي، البوش سيرفيس، الانكريبشن، السيرفيس وركر، وحتى النوتيفيكيشن. كل ده عشان توصل له جملة من سطرين، بس لو وصلت في الوقت الصح تبقى كنز. وانت لو حاسس ان الحكايات دي بتخلي التقنية اسهل وممتعة اكتر، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، استنى الحدوتة الجاية وسلام.